كان في شاب مكافح اسمه علاء، حلمه يسافر ويبني نفسه عشان يتجوز خطيبته سارة. صاحبه الأنتيم خالد اللي شغال بره اتصل بيه وقال له: يا علاء، أنا لقيت لك عقد عمل في شركة مقاولات كبيرة بمرتب خيالي، وهبعت لك التذكرة والفيزا هدية مني يا صاحبي. علاء طار من الفرحة وسافر وهو فاكر إن الدنيا ضحكت له أخيراً. أول ما وصل، خالد استقبله بحرارة وخد منه جواز السفر بحجة إنه هيخلصوا في الإجراءات. نزلوا في شقة فخمة وخالد عزمه على عشاء تقيل وقال له: اشرب يا صاحبي، بكرة وراك شغل كتير. علاء شرب العصير وفجأة حس بدوخة شديدة والدنيا سودت في عينه. صحي بعد يومين لقى نفسه في أوضة عمليات سرية تحت الأرض وفي وجع رهيب في جنبه اليمين. علاء بص في المراية، لقى جرح طويل متخيط خياطة عادية والمكان كله ريحته بنج ودم. خالد دخل عليه وهو لابس بدلة شيك وبمنتهى البرود قال له: حمد لله على السلامة يا عريس، الكلية بتاعتك أنقذت حياة ابن راجل أعمال كبير، وانت قبضت تمنها الفيزا والسفر اللي كنت بتحلم بيهم. امضي بقى على الورقة دي إنك متبرع برضاك، وإلا مش هتشوف الشمس تاني. علاء ما كانش مجرد ضحية، ده كان مصوراتي قديم وكان مخبي كاميرا تجسس في زرار قميصه بتصور وتخزن على السحابة الإلكترونية. علاء مسك الموبايل بضعف وبعت اللوكيشن وصور العمليات لخطيبته سارة في مصر، وسارة بلغت الانتربول والشرطة هناك. في لحظة الاقتحام، خالد كان بيحاول يهرب بالفلوس بس الشرطة قبضت على العصابة كلها. علاء رجع مصر بنص جسم بس بكرامة مرفوعة، وخالد لبس مؤبد في السجن. اكتشفت إن مش كل عقد عمل بيبقى رزق، وساعات أقرب صحابك بيبقوا هم السماسرة اللي بيبيعوا فيك حتة حتة عشان يركبوا عربيات أحدث موديل. دي كانت حكاية النهاردة اللي بتعرفك إن الغربة مرة، بس غدر الصحاب فيها أمر من الموت. استنونا في قصة جديدة بمغامرة تانية من حكاوي مايا.